يا صباح الأمل، يا صباح السعادة والتفاؤل. كيفكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي، اليوم رجعت لكم بفيديو جديد ويوم جديد. طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير. حبايب قلبي، اليوم بلشت معكم بداية الفيديو بعمل القهوة، وكمان رح نحضر مع بعض الغدا. طبعا اليوم جمعة، اليوم الجمعة، وإن شاء الله تكون جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى الجميع بإذن الله. حبايب قلبي، قولوا لي شو بتعملوا بيومكم يوم الجمعة؟ طبعا يكون يوم إجازة. قولوا لي كيف بتقضوا يومكم وشو بتعملوا بخلال اليوم الجمعة. شو بتعملوا؟ احكوا لي في التعليقات. وشكرا لحبايب قلبي اللي بيعلقوا لي. حبايب قلبي، بدي اطلب منكم طلب صغير. بتمنى من اللي بيشاهدوني او مشتركين معي يساعدوني، شيروا القناة لأصدقائكم. بحس إن أنا فيش عندي مشاهدات كتير، ولساتها القناة ضعيفة، مشاهداتها قلال كتير. حبايب قلبي، اكتبولي كمان في التعليقات شو انتم أكتر مشروب بتحبوه. طبعا أنا أفضل القهوة طبعا. يومي ما بيبدأ إلا فنجان القهوة. وانت حبايب قلبي اكتبولي شو بتحبوا دايما بداية يومكم، شو بتحبوا تشربوا تبدوه شو. وكمان حبايب قلبي، انا بالنسبه انه بردش على التعليقات اول باول، لانه فيش عندي نت، مش متوفر عندي نت. كل يومين بشتري بطاقه، يا دوب بلحق انزل الفيديو، بعدين البطاقه بتفصل، بلحقش ارد. واوقات بخلال الفيديو البطاقه تفصل عليا، بستنى حتى ترجع النت حتى اكمل بقيه الفيديو. إيه ودايما حبايب قلبي علقولي تعليقات حلوه مثلكم. وهلقيت حبايب قلبي، رح نخلي القهوة تصير جاهزة، وارجع اصور لكم واكمل معكم بقية الفيديو. حبايب قلبي، هلقيت القهوة غليت معي وصارت جاهزة. هلقيت حبايب قلبي، رح اصب القهوة بالفناجيل. طبعا مثل ما انتم عارفين صار لنا فترة مش موجود قهوة، كانت مقطوعة بس قريب نزلت، حتى سعرها كتير غالي حاليا. بس الواحد بما انه صار له فترة ما شربش قهوة، فاشتريت باكيت صغير، وهلقيت راح اسكب القهوة بالفناجيل. حبايب قلبي، هلقيت بعد ما اصبحت القهوة جاهزة معي، راح اخدها ونشربها. اتفضلوا معي حبايب قلبي. وبعد ما نشرب القهوة راح اقوم اجهز الغدا. وكتبوا لي حبايب قلبي في التعليقات شو يوم الجمعة اليوم غداكم، وراح ارجع لكم نكمل فيديو الغدا. حبايب قلبي، هلقيت رجعت لكم بعد ما شربت القهوه، رجعت لكم. هلقيت رح نعمل الغدا مع بعض. طبعا اليوم الجمعه مثل ما انتم عارفين، بالذات اهل غزه، يوم الجمعه بيكون الكل عامل لحمه بالعاده، لحمه يا اما سمك يا اما دجاج. بس بسبب الاوضاع، بما انه صار لنا فتره هنا في غزه تقريبا زي 6 شهور فيش في لحمه ولا حاجه. ف وحاليا حتى نزل في البلد طبعا اللحمة، بس الأسعار كتير غالية، كتير كتير بالنسبة للي عيلتهم كتيرة مثلنا. فما يقدروش حاليا يشتروا. بما انه الاسعار حاليا غالية، فقررنا نعمل رز بسمتي. طبعا جبت الطنجرة هاي. معلش حبايب قلبي على الصوت، لانه سلقين حمص. هلقيت بحط على الرز اخر حبة رز عندنا، عفوا اخر حبة حمص. وحبينا نسلق للعشاء حمص. فحبايب قلبي مسكت الطنجرة هاي، فحطيت شوية سمنة ووفيته بشوية زيت. رح اسيب هدول الزيت مع السمنة يحمى شوية. وبعد كده حبايب قلبي رح ادير على المكونات. البصل طبعا كنت فرمه في الصحن محضرة بصل وثوم، رح اسكبهم في الطنجرة هاي. وراح حبايب قلبي ابدا احرك الشغلات. الرز، عفوا معلش، البصل مع الثوم مع السمنه مع الزيت، احركهم كتير منيح مثل ما انتم شايفين. معلش حبايب قلبي، انا بصراحه متوتره شويه، لانه اول مره بعمل روتين طبيخ مثل هاي. قبل هيك عملت معكم المقلوبه برضو كنت متوتره. آه، حبايب قلبي، قولي لي شو يوم الجمعه عملتم غدا، وشو اكتر وجبات بتفضلوها. اكتبوا لي في التعليقات. والله يسعدكم، يسعد قلب كل حدا عم بيشاهد فيديوهاتي، والله يسعد قلبكم. مثل ما انتم شايفين حبايب قلبي، راح اسيب البصل يدبل كده شويه.
راح اسيبه يدبل كده شويه. وبعد كده راح حبايب بالنسبه انا اشتريت رز بسمتي هاد كيلو مثل ما انتم شايفين كده معايا. هلقيت بعد ما تدبل شويه راح اسكب حبايب قلب الرز بالشكل هاد مثل ما انتم شايفين. وهلقيت حبايب قلبي راح اسكب الحمص بالشكل هاد. وراح ابدا احرك المكونات مع بعض مثل ما انتم شايفين بالشكل هاد. مثل طبعا بالنسبه حبايب قلبي هلقيت بالذات اهل مصر، يعني مع احترامي لاهل مصر، هلقيت هم بيغسلوا الرز. بس احنا هنا عندنا في غزه اغلبيه اهل غزه بيغسلوش الرز، والاغلبيه برضه بيغسلوا. بس انا بالنسبه لي ما بغسل الرز لانه يجي هو مبكت، عباره عن باكيت، فبحسه مش بحاجه لاني اغسله. وبما انه هو رز بسمتي فما شاء الله كتير نظيف وبيلمع، فمش محتاجه اني اغسله. مثل ما انتم شايفين بخلي المكونات يندمجوا مع بعض كلياتهم. وبعد هيك حبايب قلبي طبعا انا بتسهل عليا بمسك صحن مثل ما انتم شايفين، بحط بهار الكبسه، ورق غار، فلفل اخضر طبعا، فلفل اسود، وملح، بحيث انه بيسهل عليا بدل ما اضلني كل شوي افتح المرطبان واتغلب. لقيت حبايب قلبي راح امسك هدول المكونات مع بعض، راح اسكبهم في الطنجره. حبايب قلبي بالنسبه للاضاءه فانا بعرف مش واضحه منيح، بس انا هي طبعا هي الاضاءه الموجوده عندي مش واضحه، يعني بعرف، بعتذر بالنسبه للاضاءه. حبايب قلبي هلقيت راح احرك المكونات ادمجهم مع بعض بالشكل هاد مثل ما انتم شايفين معايا. بحركهم كتير منيح بحيث انه كل حبة رز بيخشها البهار كتير منيح بالشكل هاد. طبعا بالنسبة لحبايب قلبي هلقيت طبعا هيدي الأكلة تنعمل مع دجاج أو مع لحمة، هي أكلة كبسة اسمها، تنعمل مع دجاج أو لحمة. بس بما إن أنا حكيت لكم الأوضاع ما تسمح، بالنسبة للدول الثانية هلقيت شو رح يعملوا، رح يقوموا يسلقوا الدجاج أو اللحمة، بعد كده بصفوا هذه الكبسة في بديروا الرز على اللحمة مع الشوربة. بس أنا بفضل إن إحنا بنشيل اللحمة نحطها في طنجرة ثانية، بعد هيك نعمل الرز. أنا بفضل هاي الطريقة أحسن. طبعا بكل الشوربة بصراحة أدسم وأطيب، بس برضه بالمية مع مكعب المرق برضه بيطلع يعطيك نفس النتيجة، برضه بتقولش لا. هلقيت حبايب قلبي انا محتاج احركهم كتير منيح لانهم ما شاء الله كميه يعني كيلو، فمش بدي اقلبهم كتير منيح بالشكل هاد مثل ما انتم شايفين معي. صراحه حبايب قلبي انا بتغلب وانا عم نزل الفيديو بسبب انه النت كان مش متوفر، حتى اقدر انزل الفيديو لازم اشتري بطاقه، وللاسف البطاقه يعني كل شويه بتقعد تفصل، كل شويه بتقعد تفصل، فانا بقعد انتظر حتى يجي النت واكمل بقيه الفيديو. بالنسبه لشكل الطنجره حبايب قلبي بسبب ازمه الغاز هنا عندنا في غزه، فاحنا استعملناها على النار، يعني اشتري حطب استعملناها، عشان كده لونها تغير، فلا تاخدوا بالكم من اللون. مثل ما انتم شايفين انا طول ما انتم تركتوه وهو عم يشلوح كتير منيح بيعطيكي نتيجة كتير حلوة. رح ارجع لكم اكمل بقية الفيديو. كتير منيح سكبت المية، وهلقيت اول ما المية بدأت تغلي طبعا رح اوطي عليها على الاخر، رح اغطي الغطا. وبعد حبايب قلبي ما الرز يصير جاهز رح اصور لكم بالنهاية كيف النتيجة رح تطلع مثل الفل ما شاء الله، ورح تعجبكم. وجربوها رز من دون لحمة، صدقوني رح تطلع كتير طيبة، وكتبولي لو انتم جربتوها. وهلقيت حبايب قلبي رح اوطي على الرز واغطي عليه وارجع اكمل معكم نتيجة الرز بالنهاية، كيف حصلنا على النتيجة كتير منيحة. حبايب قلبي هلقيت شوفوا بصوا كيف معايا سبته يغلي مع بعضه. هلقيت خلاص رح اوطي، طبعا انا هلقيت معلي الغاز، بس هلقيت رح اوطي وارجع اكمل معكم بقية الفيديو.
بقلبي هلقيت رجعت لكم بعد ما صار الرز جاهز معايا بالشكل هاد. بصوا كيف ما شاء الله اعطاني نتيجة كتير حلوة. وحبايب قلبي انا راعن بالي قبل احكي لكم انه لكل صحن رز صحنين مية، بالذات الرز البسمتي. طبعا هذا الرز بصراحة حبته ما طلعتش طويلة كتير، بس اخد معايا تقريبا صحنين مية. شوف هيعطاني هاي النتيجة. أترككم برعاية الله مع ألف سلامة، ولا تنسوا حبايب قلبي تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واستغل اليوم يوم الجمعة يوم مبارك. وطبعا ربنا يستجيب كل دعواتنا. ادعوا من كل قلبكم. وطبعا حبايب قلبي بالذات أكتر ساعة بيكون دعاوي فيها مستجابة قبل المغرب تقريبا بساعة. اقعدوا احكوا بينكم وبين ربنا، واحكوا شو انتم تتمنوا في الحياة، وصدقوني ربنا ان شاء الله رح يستجيب كل دعواتكم. ولا تنسوا تستغفروا في خلال اليوم وتصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أترككم برعاية الله، مع السلامة.